السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اليوم بغيت نشارك معكم حلوة بسيطة، يعني بمواد كما كتشوفوا موجودة في كل بيت هكا، تقطعوها بالكاس ولا بالطابع، كتجي على شكل هلال، وغادا نزينها بالمربى من الطيب والكوك. واللي عجبها هذا الفيديو كيف ما العاده ما تبخلش عليا باللايك، ولا عجبتها قناتي مرحبا بها بالاشتراك. نبداو على بركه الله. المواد اللي عندي 120 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ لينه، 120 غرام، واحد القبص ديال الملح، عندي 60 غرام ديال السكر حبيبات يكون رقيق بزاف بحال هذا الشكل، هذا راه ناعم باش يسهل عليكم الخدمه. هنا عندي الزيت، عندي 2 ديال الملاعق كبار ديال زيت المائده، وعندي بيضه واحده كامله، عندي واحد 6 غرام ديال خميره الحلويات، ما تقويوش باش يبقى الحلوى الشكل ديالها هو هذاك. وهنايا عندي النكهه ديال الفاني، ممكن ديروا اي نكهه بغيتو، ممكن ديروا قرفه، اي حاجه بغيتوها. وهنا الدقيق حسب الخليط، عابره هنا 250 غرام، راه كتبقاو تزيدوا حتى تشوفوا القياس غادي يقدكم. هادو هما المواد اللي عندي. والمربى والكوك راني ما نزلتهمش هنا، تنطيب الحلوى عاد ننزلهم باش للتزيين. اول حاجه هاد الزبده نخوي عليها هاد السكر، وغادي نخلطو مزيان هكا. تخلطوه مزيان مع هاد السكر تتولي على شكل بوماد. هانتوما كما كتشوفوا حتى كتولي على هاد الشكل. غنضيف هاد 2 ديال الملاعق كبار ديال الزيت ونخلط مزيان، من بعد نضيف البيضه. نخلط هاد البيضه مزيان ونضيف على الخليط ديال الزبده والسكر. نضيف هاد الساشي ديال الفاني، هادي واخا فيها كتشوفوا فيها غير شويه، شوفوا الكميه اللي كاينه، ولكن كتعطي الريحه. شوفوا شحال. صافي غادي نخلط هذا الخليط مزيان، من بعد نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وخميره الحلويات، ونتلاقاو من بعد باش ما نطولش لا فيديو. نضيف الدقيق وكنخلطو هكا بيدينا، تجمع لينا العجين. ومن بعد غنضيف واحد 6 غرام من خميره الحلويات، هادي راه فيها 11، غناخد منها غير 6 غرام. العجين بعد ما جمعتها كتكون على هذا الشكل. الدقيق واخا ما تعبروش راه كتبقاو تزيدوا شويه بشويه. العجين دائما راه كتكون رطبه، ها بحال هذا الشكل. يعني ممكن ديروا فيها كويرات مثلا، ها الا شفتوا مازال ما كتجمعش راه كتزيدوا تضيفوا الدقيق، ولكن ما تكثروش. ها هي كتكون على هذا الشكل.
ممكن هنا تحشيوها بالتمر وتجمعوها. صافي انا غادا نجيب الطابع هاكا باش نقطعها. كتلقوا العجينه على هذا الشكل، يعني كتخليو هاكا تكون طالعه شويه. بغيتو ديروها عاليه راه كتخليوها، بغيتو ديروا ما بغيتش نديرها رقيقه صافي، وكتبقاو كتقطعوا بالكاس. بحال هذا الشكل يكون العلو ديالها هكا، يعني شكل هلال. صافي غادا نتابع على هذا الشكل تنكمل الحلوه كامله. صافي انا دخلتهم الفران يطيبوا من تحت ومن الفوق، ونتلاقاو بعد ما يطيبوا. هيا بعد ما خرجتها من الفرن كتجي على هذا الشكل. دابا غادا نزينها بالمربى والكوك. عندي الكوك هكا يكون رقيق. بغيتو تحمروا راه كيجي زوين، ديروا النص محمر والنص ابيض. وعندي المربى كيف ما كان الشكل ديالو. عندنا غير هاد الحكيكات هادو الصغار. هاد المربى غنديرها في كاسرول ونضيف على واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، ونخلط هكا تتغلي الغليه الاولى صافي. وغنبدا ندير هكا المربى من هنا ونغطسها في الكوك. صافي هكا كدهنوها من الفوق ومن الجوانب هكا، كنغطسها في الكوك بحال هاد الشكل، ونتابع بحال هكا. هذا الحلوه بعد ما درت لها زينتها بالمربى وبالكوك كتجي على هاد الشكل. ما تخليوش تحمر بزاف، وهي اصلا راه كطيب دغيا. هذيك الكميه اللي عطيتكم درت ليا هاد البلاطو، وهادو تنزيد نديرهم بالمربى. يعني هذه هي الكميه اللي غادا تعطيكم ديال الحلويات. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه البسيطه، هاد الدوازات يعني ترافقوا بها الشاي ولا القهوه. واللي عجبتها قناتي مرحبا بها، واللي عجبها الفيديو ما تبخلش عليا بلايك. غادي نقسم لكم وحده تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.